يا نق، ايه يا نق نعمل لك اكتر من اللي احنا بنعمله؟ ايه تاني يا نق؟ طالعه بلايف عالمي النهارده برضه اللي بتقولي تعدي؟ يعني مفيش فايده؟ اجيب لك من القديم واجيب لك من الجديد ومفيش فايده؟ طب استنوا يا بنات، ما احنا جبنا من القديم وبلسانها، وهي اللي قالت مش احنا اللي قلنا. قال لا. هتتكلمي فين النهارده؟ هنتكلم في الفيديو ده على الضرايب. مش هي بتقول كل شويه كارد وكارد وكارد؟ انا جبت لكم سر الكارت. اسمعوا. واو. يلا نبدأ ونشوف المقطع. حمية قالت لي ايه؟ هفهمكم. مثلا لما رحت على الضرايب، انا بس حكيت في اللايف قلت يا جماعه انا فعلا لما رحت على الضرايب السنه دي عشان اعمل الضرايب، مفروض في خانه للطرف الثاني وفي خانه ليا. مفروض انا يعني احنا اسمنا احنا الاثنين، ومفروض احنا الاثنين نمضي على ورقه الضرايب. فبما اني انا قلت في اللايف بما اني الطرف الثاني مش موجود، انا رحت لحد الضرايب وقلت لهم ان هو مش موجود عشان والدته بعافيه شويه وراح يزورها. فالضرايب قالوا لي خلاص السنه دي مش مشكله، حطي امضتك انت لوحدها، بس السنه الجايه لو الطرف الثاني ما مضاش احنا بنلغي اسمه تماما من الضرايب، يعني بنمحي اسمه تماما. فانا طالعه كنت بحكي للناس اللي حصل، وقلت للناس كمان ان انا المحاميه كانت قالت لي لو عايزه تطلقي في الوقت الحالي طلاق الاميابل، او تعملي مثلا حاجه اسمها انولي دي مارياج او انولاسيون دي مارياج، ممكن، بس الاثنين لازم لو هتعملوا على امياب لازم يكون الطرف الثاني موجود ويمضي. فطلبت مني من 2800 ل 3000 يورو، وانا داخله بساعد واحده من بناتي، فقلت مش هدفع المبلغ ده دلوقتي. فقالت لي يا اما تستني سنه، عدى دلوقتي 5 شهور، قالت لي تستني لما تكملي سنه وبعد كده تجيبي شهود معاكي ان كان حد من الجيران. قالت لي وافضل يكونوا الجيران اللي ساكنين جنبك عشان هيبقى شهادتهم قويه، وتثبتي بيش مع الشهود اني الطرف التاني ما كانش عايش معاكي بقالك سنه، كده هيبقى تكاليف الطلاق قليله وهتطلقي اوتوماتيك. بس انا الست المغربيه اللي بعتت لي قالت لي لا، ما تستنيش لما يتم سنه ويجي الطلاق اوتوماتيك، لازم برضو تعلني للدوله ان الطرف التاني ما بقاش عايش معاكي عشان ما تحطيش نفسك في خطر، وعشان توضحي للدوله حسن نواياكي، و يعني تبيني حسن نيتك علشان ما يمسكوش عليكي حاجه، عشان لو حصل كنترول او كده يبقى انت الجواب بتاعك دليل بيثبت حسن النيه. ده انا لا يا حبيبتي، الجواب بتاعك مش دليل حسن النية. الجواب بتاعك وجيرانك يبقوا شهود معاكي عند المحامية علشان خاطر أي أوراق وأي قروض وأي ضرايب تنزل من عليكي، ويثبتوا إن الراجل ده مش عايش معاكي بقاله سنة، ويبقى سهل في الطلاق بدل ما تدفعي مبلغ. يا كدابة يا مفترية. طب تعالوا نكمل القصة وبلسانها. هو اساسا مش عليه ضرايب ولا عليه قروض، وانا جايبه لكم الاثباتات. انا اللي بيني وبين الطرف التاني انتهى تماما 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 تماما، ان كان من ناحيته او من ناحيتي. خلاص احنا دخلنا بالمعروف وخرجنا بالمعروف، والناس كلهم قالوا لي ولا تنسوا الفضل بينكما، ولا تنسوا الفضل بينكما. من هنا نركز، اصلها عملت بالنصيحة بتاعت الناس اللي قالت لها ولا تنسوا الفضل بينكما لغاية النهاردة جايبة في سيرة رضا. طيب تعالوا خشوا كده على الضرايب وقصتها. بما انه غاب سنة، فالمحامية قالت لها تعمل ايه؟ طب شوفوا كده، امال بتدفعي ضرايب لغاية النهاردة ازاي يا كدابة؟ انا بس حكيت في اللايف قلت يا جماعه انا فعلا لما رحت على الضرايب السنه دي عشان اعمل الضرايب، مفروض في خانه للطرف الثاني وفي خانه ليا. مفروض انا يعني احنا اسمنا احنا الاثنين، ومفروض احنا الاثنين نمضي على ورقه الضرايب. فبما اني انا قلت في اللايف بما اني الطرف الثاني مش موجود، انا رحت لحد الضرايب وقلت لهم ان هو مش موجود عشان والدته بعافيه شويه وراح يزورها. فالضرايب قالوا لي خلاص السنه دي مش مشكله، حطي امضتك انت لوحدها، بس السنه الجايه لو الطرف الثاني ما مضاش احنا بنلغي اسمه تماما من الضرايب، يعني بنمحي اسمه تماما. فانا طالعه كنت بحكي للناس اللي حصل، وقلت للناس الضرايب قالت ايه يا بنات؟ اخدتوا بالكم لما غاب سنة وراحت هي قالت للضرايب ايه؟ قالوا لها ايه؟ قالوا لها هنلغيه تماما. نركز في القطعة اللي جاية. وحتى لو واخد قرض ومشي من البلد وما معوش أوراق وانتهى، برضو بيلتغي تماما.
هترجع لي. لا لا، قال لي هترجع لي، قال لي هترجع لي. هم ما اعرفش، انا ما اعرفش ليه خدوا مني ضريبه. كان فاتح مطعم ولا ما كانش فاتح مطعم؟ دي حاجات قديمه اصلا، دي حاجات قديمه. المطعم ده من قد ايه اصلا؟ وبعد كده هو اشتغل قد ايه في فرنسا؟ ده اشتغل 6 شهور. انا مش عارفه ضريبه ايه اللي انا ادفعها بالنيابه عنه. انا مش فاهمه هو فتح المطعم قد ايه اصلا. انا مش فاهمه حاجه اصلا، والله ما انا فاهمه. هو عمل ديكلاراسيون باللخسف انه بيدخل له دخل، كان بيعمل ديكلاراسيون عشان ياخد الاوراق. يعني حتى لو ما كسبش حاجه من المطعم، كان برضو بيعمل ديكلاريه ان كسب فلوس عشان ياخد الاوراق بتاعته، يوريهم ان بيخش له دخل وان عنده فلوس، عشان كان يسهل على نفسه ياخد الاوراق. يعني حتى لو ما كانش بيطلع له حاجه من المطعم، كان بيروح يكتب ان طلع له فلوس علشان يدوله الورق. علشان ايه يا بنات؟ كان بيشتغل في المطعم 6 شهور، وكان بيدخل له ضريبة، والمطعم بتاعها باسمها. واخدين بالكم؟ عشان ياخد ايه؟ الأوراق. مش هي اللي ادته الأوراق، لأنه كان مقيم حوالي 5 سنين بيشتغل في باريس مع ابن عمه قبل ما يروح لما بوردو الضرايب للهرب. مني كمان مبلغ زي ده، اتنرفزت بصراحة. أنا مالي ومال المشروع مطعمه، ولا مالي ومال الشغل اللي اشتغله؟ أنا مالي أنا؟ هو عمره في حياته ما دفع ضرايب، عمره في حياته ما دفع ضرايب. أنا اللي كنت بدفع الضرايب، هو عمره ما دفع ضرايب. ده هم جمعوا كل حاجة كان بيشتغلها وعملها هنا في فرنسا في حياته، وجايين ياخدوا من العبد لله أنا الضرايب بتاعته، لأنه دوروا عليه ما لقاهوش. دوروا على حسابه البنكي لقوه مقفول، فراحوا جولي أنا العبد لله. طب وأنا مالي؟ أنا مطلقة وأنا مالي؟ وهنا يا بنات سرحت بالقطيع تاني علشان تقول الضرايب، وتقول هو ما اشتغلش الا 6 شهور، مع انها معترفة قبل كده ان هو شغال مع ابن عمه في فرنسا. شغال كان في باريس قبل ما يشوفها، وقعد في بوردو عشان بيحبها. ومثلا لما رحت على الضرايب، انا بس حكيت في اللايف قلت يا جماعه انا فعلا لما رحت على الضرايب السنه دي عشان اعمل الضرايب، المفروض في خانه للطرف الثاني وفي خانه ليا. المفروض انا يعني احنا اسمنا احنا الاثنين، ومفروض احنا الاثنين نمضي على ورقه الضرايب. فبما اني انا قلت في اللايف بما ان الطرف الثاني مش موجود، انا رحت لحد الضرايب وقلت لهم ان هو مش موجود عشان والدته بعافيه شويه، بعافيه شويه وراح يزورها. فالضرايب قالوا لي خلاص السنه دي مش مشكله، حطي امضتك انت لوحدها، بس السنه الجايه لو الطرف الثاني ما مضاش احنا بنلغي اسمه تماما من الضرايب، يعني بنمحي اسمه تماما. فانا طالعه انت طالعة بقى ترسمي الدور وتضحكي على العالم، وما زلتي شغالة لمدة 4 سنين تضحكي على العالم وتقولي لهم قناتك شهر زفت بتدفع الضرايب بتاعت رضا والكارد اللي هو أخده. يا كدابة بوردو! عرفتوا يا بنات ولا نقول تاني؟ دي إنسانة كذابة، وأنا جبت لكم بلسانها كل الحقايق. طب تعالوا استنوا، جايبه لكم مقطع كمان اللي هي كانت بتشكر في رضا، وإن كان ونيس صاحب العريس هو اللي كان جايبه، مش هي اللي قابلته بالصدفة وحبها ووقع في غرامها. الله! طيب عرفتوا إن هو لما حبها وعاش معاها كان هو اللي خادمها 24 طبيخ وأكل وشرب، وكانت عمال بتمن عليه في الفيديو اللي لسه نازلة بيه النهاردة، عمال تقول كنت بعمل وكنت بسوي. انتوا شفتوا بعينيكم من فيديوهات. طب تعالوا نسمع كده. انا ما شفتش منه اي حاجه وحشه، وده حاجة أنا يعني شهادة حق بقولها قدام ربنا سبحانه وتعالى. في ناس طلعوا إشاعات كتير إن أستاذ رضا لما متجوزني عشان ورق. رضا أنا متجوزاه وكان معاه ريسيبيسي، كان معاه ريسيبيسي. والناس اللي عايشين بفرنسا عارفين يعني إيه كلمة ريسيبيسي. ريسيبيسي يعني عنده كارت مؤقت، وكان بيشتغل مع ابن أخوه ابن عمه، قصدي ابن عمه في شركة في باريس. بيشتغل كان مع ابن عمه في باريس، وقعد في باريس تقريبا 5 سنين يشتغل هناك، وكان بيكسب كويس جدا. بالعكس لما جه على بوردو الشغل في بوردو كان اقل بكتير من باريس، وقعد عشاني. رضا قبل ما يتجوزني، وده كلام حقيقي اقسم بالله العظيم، انه كان بيحضر نفسه عشان ينزل على مصر ويستقر في مصر مع ولاده. لكن لما عرفني كنت انا سبب ان رضا يكمل ويقعد بفرنسا، يعني قعد عشاني، قعد عشاني. لكن هو، وانا حكيت لكم القصه دي قبل كده وانتوا عارفين انا ما بكدبش عليكم في اي حاجه خالص.
بالعكس الكارت بتاع رضا جدد الكارت بتاعه، وانا حتى بعد ما اتطلقت خليني أتوقف عند الحتة دي عشان هو كان عامل الكروتة بتاعته وكان بيشتغل، وكان الحكومة بتديه على شغل الإقامة، يعني من حقه ينزل يشوف عياله ويطلع. فمعنى كده مش انت اللي منتي عليه بأوراق يا مفترسة. مش معنى كده ان انتي، ده انا لسه جايبالكوا حقايق ومصايب في اللايف اللي لسه عاملاه النهارده، جايبالكوا بلاوي من لسانها والافتراء بتاعها على الرجاله. لا وايه ذكرت وقالت هاي مش هقول لكم دلوقتي، استنوا الفيديو اللي جاي علشان انا جاي. طيب هجيب لكم مقطع كمان تاني صغير بتشحت فيه وبعد كده هو اشتغل قد ايه في فرنسا؟ ده اشتغل 6 شهور. انا مش عارفه ضريبه ايه اللي انا ادفعها بالنيابه عنه، انا مش فاهمه هو فتح المطعم قد ايه اصلا. انا مش فاهمه حاجه اصلا، والله ما انا فاهمه. هو عمل ديكلاراسيون باللخسف،